هذا أقوى وأخطر خطاب من الحسن الثاني رحمه الله، اللي هدد فيه أعداء الوحدة الترابية المغربية بشكل صريح، الكابرانات وغيرهم. الخطاب اللي هز النظام ديال الكابرانات وخلى فيهم الرعب وهز العرش ديال الإسبان. اسمع مزيان وافتخر بأنك مغربي. ايوا سيدي، المغاربه ما غادي يكونوش اليوم قل من المغاربه البارح، ولكن اذا كان هذا الشعب المغربي اقل وطنيه واقل غيره من ابائه واجداده ومن الناس اللي عرفتهم واللي هما من الجيل ديالي، انا تنقول له حذاري حذاري. الا ما فكيتيش الان سحرتك اليوم، راه ما نعطيكش 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل، ضعيف الكلمة، ضعيف الوزن، منعدم القيمة. فبحيث شعبي العزيز، هذه المسيرة سوف تكون تاج آخر في أكاليل التاريخ اللي انت حمله على ظهرك واللي هو ثقيل، ولكن من الصعب الأثقال كلها تكون ثقيلة بحال الأثقال ديالك شعبي العزيز، لأنها هي أثقال نتاع الأمجاد ونتاع الملاحم. مسيرة اللي مضمون في حسابها حتى القرطاس والدفاع عن النفس فيما إذا لقينا من غير الصبليون. هذه تنزيد نأكدها، إذا لقينا من غير الصبليون راه المغرب ما بقاش يعترف بالسلم ولا بالمسالمة ولا بحالة السلم مع أي واحد. ما إلا لقينا الصبليون غنقول لهم السلام عليكم، بغاو يضربونا وخدا مسؤوليتهم انهم يضربوا 350 ألف عزال، ديك الساعات نمرسهم، حنا نخلوهم نديروا هادي. ولا أظن أن شعب أصيل متمدين وتحضير جارنا أحببنا أم كرهنا وأحب أم كره أنه غادي يحفر واحد القناة ديال الدم بينه وبينه، لا أظن. بحيث شعبي العزيز، هذه مسيرة عملية، هذه شهرين ونتنهي. في نقول لك شعبي العزيز، شهرين وانا حامل هذا الحمل على الاعصاب ديالي زياده على الاعباء الاخرى. شهرين في الصباح تنأمن 10 المرات، في الليل تنشك 20 مره. شهرين وتنقول واش من حقي نزيد شعبي لهذه المساله هذه ام ماشي من حقي؟ هل من واجبي ام ماشي من واجبي؟ من واجبي شعبي العزيز، ومن واجبك شعبي العزيز، ومن واجبنا جميعا أن نسير إلى الصحراء. من واجبنا أن نسترجع الصحراء سلميا، ولكن ماشي باللسان وبالمفاوضة، بالمشي على القدم حتى نوصل لها. من واجبنا شعبي العزيز، إن نحن لاقينا الإسبان هناك أن نصافحهم ونقول لهم خرجوا خلوا لنا محلنا. ومن واجبنا كذلك شعبي العزيز، إن وجدنا غير الإصبان، أن نقوم بما يفرضه علينا الواجب من الدفاع عن المغرب، ومن الدفاع عن حوزة المغرب، ومن الدفاع عن سلامة المغرب. شعبي العزيز، هذا الموضوع لا يمكن أن يكتفي بنصف ساعة من الكلام، فإما له 15 دقيقة وإما له الليالي، وسوف تكون له إن شاء الله الليالي والأيام الغراء. تلك الليالي والأيام الغراء التي سنذكرها جميعا مع حفدتنا، والتي ستذكرها حفدتنا مع أبنائهم. شعبي العزيز، سوف لا أطيل عليك، سأختم كلمتي هذه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فتح به الإمام البخاري باب الإيمان، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. شعبي العزيز، لنجعل من هذه المسيرة هجرتنا إلى الله
ورسوله، ولنصل الرحم، ولنسترجع الأرض، ولنبني سيرنا ومسيرتنا وخطواتنا، ولنبنيها على إيماننا بالله واتكالنا عليه، وعلمنا أنه سبحانه وتعالى لم يعودنا منه إلا الجميل. فإذا كان في بعض الأحيان ذا جلال، فلم يكن ذا جلال إلا ليعطينا دروسا ويلقي لنا حكمة، ولكن كان سبحانه وتعالى دائما ذا جمال، وما عودنا إلى الجمال، وما عودنا إلى الخير.